يسعد مساكم احبتي. اليوم ان شاء الله عم لف ورقنه باللحمه اليبرق، بنقول له عم لف اليبرق. شوفوا حجمه بعمله صغير، بالعاده اصغر من هيك. وهي الحشوه عباره عن لحمه مفرومه مجرمشه وملح وفلفل وعصفر فقط لا غير. ما بنحط له كمون نحن على اليبرق، بس للمحاشي بنحط. شايفين الورق العنب اخضر ما شاء الله. جبت من الحلقه وسلقته وحضرته للمونه، بس هلا اخذت منه للف ورق عنب يعني يبرق. اليبرق بنقول بالشام يلي بنحشيه لحمه. عاده ما بنحط له بندوره، ما بنحط له مثلا بقدونس، لا بيختلف عن اليالنجي، بيختلف كثير عن اليالنجي. اليالنجي بده بقدونس ونعناع وبصل وثوم، لكن هاد ما بده شيء نهائيا، فقط لا غير ملح وفلفل اسود واصفر مثل ما قلت لكم. شايفين؟ هلا بحط الحشوه وبلفها. اذا كانت صغيره بوصلها، مو صغيره ما بوصلها. شايفين كيف؟ فهذا هو اليبرق. اما اليالنجي بيختلف عنه. اليالنجي مثل ما قلت لكم بنحط له بصل وثوم وبقدونس ونعناع، وبنقليه على النار بزيت الزيتون، زيت زيتون وليمون. شايفين هي الحشوه؟ هيك بعدين بسكرها. مرة داقوا رفقات جيراننا مصاروة. طبعا اهل مصر بيختلف اليبرق طبعا عن تبعهم. بيحشوا، بيحطوا له بصل وشت وبقدونس وكزبره. يمكن داقوه، انا قلت له شوفوا اذا ما حبيتوه لا تكبوه ورجعوا لي اياه. اذا ما حبيتوه حبوه الحمد لله نال اعجابهم واكلون. على اول مره بندوق هيك يعني بهالطريقه هي. بالعاده بياكلوه بالبصل والبقدونس وهيك، يعني الحمد لله نال اعجابهم. حبيت هلا ارجيكم كيف طريقه لف ورق العنب الطريقه الشاميه. على قد كل يبرق بيبرق. هلا هي الورقه العنب صغيره، ما بحط اكبر، ما بوصلها الا اذا كانت كثير صغيره. شايفين كيف؟ وبسكرها حتى هي مقاس الحجم. انا بقسم الورق العنب، هي مقاس ورق العنب اللي بيعملوه انا. شايفين؟ هذا مقاس ورق العنب اللي بيعملوه، ما بكبره، يعني بحبه اعمله صغير. اما اليالنجي لو كبرته معلش ما في مشكله. اليالنجي اذا كبرتيه ما في مشكله، لانه في حشوات. اليالنجي هذا ما في غير اللحمه والبقدونس. اما اليالنجي عفوا ما في غير اللحمه والرز. بقى هذا هو اليبرق الشامي. هلا بقول كيف بنحط بصف بعد ما نلفه بسفل القدر. بأرجيكم اياه ان شاء الله بصوره. بنحط لحمه وعظام، يعني حتى تعطيه نكهه للورق العنب. وبعدين بنحط له ثوم بسفل الطنجره، بنحط ثوم معه. مرات بنحط انجنار يعني الارض الشوكي مع ورق العنب، مرات ما بنحط، حسب كل واحد. هلا انا بدي احط كنت ورق انجنار، بس قلت لا خليها اكله رئيسيه اعملها بلا ما اروحها هيك على اليبرق. بالعاده والله بحط انا انجنار الارض الشوكي مع ورق العنب. يعني الشام نحن بنحطه، اغلب اهل الشام بيحطوه. شايفين كيف؟ ها حبيت بس لكم الفرق بين اليالنجي وورق العنب. وهلا مثل ما قلت لكم انا ان شاء الله ان شاء الله وقت بدي رصه بالقدر او الطنجره بورجيكم اياه. ما بدي طول عليكم. هي مثل ما ارجيتكم ورق العنب او اليبرق. الى اللقاء يا اصدقاء.